السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المتابعين الأعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو بتاع المرة دي هنتكلم فيه ازاي تحدد مستواك في اللغة الإنجليزية من خلال 25 سؤال. يعني 25 سؤال تقدر تحدد مستواك بالنسبة للغة الإنجليزية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان المستويات بتاعتنا في أول حاجة A1 ده اللي هو مستوى مبتدئ، A2 أقل من المتوسط، B1 اللي هو طبعا متوسط، وB2 اللي هو فوق المتوسط، C1 طبعا ده مستوى متقدم، وC2 طبعا ده مستوى الإتقان. طبعا الأسئلة هي متدرجة في الصعوبة، كل 5 أسئلة هتحدد مستوى معين معاك. شوف هتقدر تحل كام سؤال، واكتب لي في التعليقات مستواك ايه عشان اقدر اقول لك ازاي تقدر تطور من مستواك. وخلي بالك في تايمر 10 ثواني مع كل سؤال، يا ريت تقدر تحل السؤال قبل ما التايمر ده يخلص. يلا يا بطل. أول سؤال I am very dots could I have a glass of water. طبعا الإجابات hungry, thirsty, tired, happy. الإجابة الصحيحة هي thirsty، يعني عطشان. أنا عطشان، ممكن أحصل على كوب من الماء. السؤال التاني what you going to do today. في عندي will, are, do، ولا هنختار have. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى are عشان عندي في الجملة going to. I love playing tennis but I'm not very good at. يا ترى اختار in, on, at، ولا of. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى at عشان عندي كلمة good at اللي هي معناها جيد فيه. She loves fashion. She would like to be a singer, painter, model، ولا هختار cleaner. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى model. I usually break fast at 7 o'clock. يا ترى اختار have، ولا has، ولا takes، ولا eats. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون have عشان أقول have breakfast اللي هو معناها يتناول الإفطار. وبكده يا بطل يكون أسئلة المستوى الأول انتهت، وهنتنقل مع بعض دلوقتي للمستوى التاني. لو انت جاهز للمستوى التاني وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو لسه طبعا ما عملتش، واعمل لايك واعمل اشتراك عشان نفيد أكتر عدد من الناس. ولو عجبك الفيديو اكتب لي في التعليقات، واستنى الجزء التاني. مع السلامة.